مشاهدينا مرة تانية وصباح الفل على الكل بيشوفونا في كل مكان. النهارده حلقة مميزة جدا جدا، حلقة بنسميها فنجان قهوة. بيكون معانا ضيوف الحقيقة بيبقوا أكيد ضيوف مميزين، وبيبقى هدفنا إن احنا فعلا نستفاد وبنشوف تجارب ناس في الحياة، ناس جميلة، ناس عادية معانا في المجتمع، وفي نفس الوقت احنا نستفاد وكمان الناس كلها تستفاد ونشوف التجارب الحلوة دي. معانا في الاستوديو مجدي شهير، حاصل على جائزة أفضل شاب مصري من متحدي الإعاقة. اهلا يا مجدي، صباح الفل. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني انا عايزه اصبح واتكلم بس بقى خلال الحلقه. ومعانا استاذ محمود الفولي، مستشار تنميه بشريه. اهلا استاذ محمود، منورنا. اهلا بحضرتك، متشرفين بيكم. اهلا بيك. طيب احنا الحقيقه لما الاعداد قال لي مجدي جاي النهارده وكده، انا يعني جايه النهارده سعيده ومستبشره وحاسه كده الله الدنيا جميله، وبجد منورنا يا مجدي. يعني خليني في الاول اتعرف عليك اكتر وتعرف مشاهدينا كمان عليك اكتر، وتقول لي انت ما زلت بتدرس، الحياه بقى فيها ايه؟ دلوقتي انا لسه يعني متخرج يعتبر من الجامعه الامريكيه بالقاهره، و يعني المفروض حفله التخرج هيبقى في فبراير الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. بس انا يعني سريعا درست ايه في الجامعه الامريكيه؟ درست اعلام. حلو قوي. وبس يعني قعدت 4 سنين، اتعلمت حاجات كتير، وان شاء الله عايز اشتغل في مجال الاعلام لما يعني تنور الدنيا، لما الاقي شغل ان شاء الله. ان شاء الله. بدور دلوقتي حاليا ان شاء الله. وبس يعني قصتي سريعا، انا واحد من متحدي الاعاقه. انا ممكن اشرح بسيط عن الاعاقه بتاعتي فضل. لو في وقت ولا طبعا. لا في طبعا. دلوقتي انا كنت مولود بحاله اسمها cerebral palsy. cerebral palsy دي عادة بتأثر في الحركة والذهنيا كمان، بس انا بالنسبة لي أثرت بس في الحركة، وانا بعتبر ان الحركة بتاعتي نوعا ما كويسة، يعني مش بتعوق اي حاجة في حياتي. انا ممكن اعمل اي حاجة في حياتي بشكل متميز زي اي حد. بعدين كان في الدكاترة كانوا دايما بيقولوا ان هو مش هيقدر يكتب ولا يقرا ولا يتكلم، وانا الحمد لله زي ما حضرتك شايفة جميل جدا، يعني زي الفل في الحوار ده. بس انا لما انا كان عندي سنتين كنت بعرف كل الالوان، وكنت بعرف اقرا كل حاجة في الشارع. فمامتي وبابايا قالوا ان الكلام ده مش مظبوط، مش منطقي. بعدها لما دخلت يعني مرحلة المدرسة، برضو المدارس ما كانوش قابلين فكرة ان واحد عنده اعاقة يخش مدارس. كانوا بيقولوا ان احنا ما عندناش الامكانيات ان ندخلك اي مدرسة. تمام. وانا طبعا كنت ذكي، يعني كنت ذكي قوي، كنت بعرف كنت بعرف اميز كل حاجة واتكلم واعمل كل حاجة. فمامتي وبابايا قالوا لا، هو عنده حق ان هو يتعلم. رحت مدارس كتير، يعني المدارس ما كانوش يعني زي ما انا قلت ما كانوش بيقابلوني، او الامكانيات مش امكانيات ما كانتش متوفره بالظبط. يعني زي ما كانوا بيقولوا انا ما كنتش محتاج اي حاجه، بس هم كانوا بيقولوا ان هم ما عندهمش امكانيات كحجه ان انا ما ادخلش فهمتك. تمام. المدرسه دي. تمام. لا يعني كانوا يعني شويه امثله كده، كانوا بيلفوني بحيث ان انا ابص على الحيطه بس ما اندمجش في الفصل. يعني انت اوريدي دخلت المدرسه فعلا يا مجدي وانت طفل وفاكر حاجه زي كده، يعني فاكر بالزبط. ان انت ما كنتش مشارك وكنت خالص. بتقول بقدر الامكان بيحاولوا انه يخليك على جنب شويه، مش مهتمين. بالظبط. لحد ما بعد فتره كنا بندور على مدارس، يعني مامتي وبابايا كانوا بيدوروا أكتر على مدارس لحد ما مدرسه الشويفات الدولية قابلتني. والمدرسة دي كانت شايفة ان انا عندي مستقبل في التعليم، وان انا فعلا بني ادم ممكن يبقى عندي مستقبل مشرق. وقعدت هناك لحد سنة 11، يعني تانية ثانوي. واتعلمت، يعني ما اتعلمتش حاجات كتير قوي في المدرسة، عشان المدرسة كانت معظمها بس يعني كتعليم كانت كويسة، بس كأن انا كنت اتعرف على ناس مش قوي، يعني كنت بركز في الفترة دي في الدراسة اكتر بالظبط. بعدها يعني سبت المدرسة بعد تانية ثانوي.
سبتها بس مش عشان المدرسه ما كانتش قبلاني، انا سبتها علشان في امتحان معين اسمه الاس اي تي لو حضرتك تعرفيه. الامتحان ده امتحان على مستوى الدولي، كل الناس اللي في المدارس بتاخد الامتحان ده. والامتحان ده بالنسبه لي عشان المدرسه كانت صعبه، انا كان قدامي يعني حاجتين، يا اما اركز في الامتحان ده واجيب فيه كويس عشان ادخل جامعه كويسه، او اركز في الدراسه بتاعه المدرسه، المنهج بتاع المدرسه نفسه، من المنهج بتاع المدرسه، بس يكون الدرجه بتاعه الاس اي تي السات قليله وما ادخلش جامعه مشرفه. فانا قلت ان انا هسيب المدرسه وادخل مدرسه. دخلت مدرسه مصر 2000. المدرسه دي كانت نوعا ما سهله، فجبت في الاس اي تي تقدير كويس، دخلتني الجامعه الامريكيه. وفي المدرسه اللي هي النقله ما بين الشويفات ومصر 2000، جالي الفتره دي بقى كان جالي صحاب كتير، اتعرفت على ناس اجتماعيا كتير. بدات بقى اجتماعيا بقى الدوريه ابتدت توسع بالنسبه لي، فكانت كانت نقله مشرقه جدا بالنسبه لي. طبعا انا ممكن برضو اتكلم شويه عن جائزه كامبريدج. بص انا عايزه اقول لك على حاجه. اولا انت الكلام اللي انت بتقوله، الرحله الجميله ده انت خدتنا فيها يا مجدي، وعايزه اقول لك انت اديتنا جرعه، عارف يعني سرحنا معاك في الرحله الجميله بتاعتك، واديتنا جرعه حلوه قوي قوي. خلينا نعمل مفاجآت بقى تانية خلال الحلقه يا مجدي. خلاص. لا بجد انا بحييك قوي قوي، رغم ان احنا اسماء المدارس والكلام ده ما بنحبش نقوله، بس انا ما كنتش عايزه اقطعك الحقيقه. فبجد انا بحييك يا مجدي قوي قوي. وطبعا راجعين بقى نعرف الحياه ماشيه ازاي ان شاء الله. استاذ محمود الفولي، حضرتك مستشار تنميه بشريه، واحنا النهارده الحقيقه اما فكرت ان مجدي جاي لنا وتعرفت على شخصيته اكتر من خلال بقى الفيسبوك، وفي تقارير معموله في قنوات تانية عنده، انا قلت مجدي يجي في مواضيع كتيره قوي، مش بس الثقه في النفس. يعني مجدي الحقيقه شخصيه تيجي يعني يعني الحقيقه الواحد ممكن يستغلها في مواضيع كتيره جدا جدا، بس موضوعنا النهارده عن الثقه بالنفس. بصراحه تبارك الله يعني. انا شايفاك كمان انت جميل يعني، حضرتك انت كده سعيد بالكلام بصراحه ما شاء الله يعني، حاجه تشرف وتفرح والله. ما شاء الله عليك بصراحه، ما شاء الله عليك. طيب من الناحيه العلميه احنا عايزين نتكلم فعلا عن موضوع الثقه، واكيد هنرجع لمجدي بقى بتفاصيل اكتر عن حياته. خلينا نقول هي الثقه في النفس دي يعني تعتبر شيء الانسان بيتولد بيها زي جينات كده زي ما بنقول، ولا بيئه، ولا ايه بالظبط، ولا تجارب، ولا مواقف، ولا ايه يا استاذ محمود؟ خليني اقول لحضرتك، الثقه بالنفس فعلا هي نوعين. نوع نقدر نقول ان هو دايم، ونوع مؤقت. دايم بمعنى مش ان انا مولود بيها، مفيش حد بيتولد ان هو ثقته بنفسه مهزوزه او ان هو كده، لكن الفكره نتيجه الظروف ونتيجه عوامل كتير هنتكلم عليها كمان شويه، بتكون النتيجه ان انا بكون دائم في شخصيتي موضوع ان انا فاقد الثقه بنفسي. ديت بتبقى نقطه. وفي نقطه وفي نوع من الناس لا، هو ثقه بنفسه كويسه وكويس تمام، لكن في موقف معين او مع ناس معينه او في وقت معين بلاقي انا كل ثقتي بنفسي انهارت، وفجاه ارتديت بقيت مش عارفه يعني هي شيء نسبي طبعا. هي يعني شيء نسبي. يعني منها مثلا الوقوف قدام الكاميرات، في ناس او الوقوف في المسرح، في ناس كويسه جدا في العادي وتلاقيها تتكلم كويس، لكن وقت معين او عند كلام مع حد معين لا تتهز تتعمل. الكلام ده يعني نقدر نقول ليه اسباب كتير. النقطة الأساسية المشكلة إن كل واحد بيبقى معتقد إن مؤمن إن الطبيعي إن أنا أبقى سوبرمان. معايا كل الامكانيات، مال وجمال وصحه وكده اهوت، عندي انا ما برتكبش اي اخطاء، ومفترض ان كل الناس برضو بنفس الطريقه، فتكون النتيجه ان انا بلاقي نفسي في بعض المواقف، في بعض المواقف التصرفات لا في الطبيعي انا مش سوبرمان ولا حاجه، فانا مهزوز ومعتقد ان الناس هي قدراتها فائقه، فبحس دايما بالدونيه او ان انا ثقتي بنفسي قليله، فدايما ببقى تلاقي التردد، تلاقيني مهزوز، تلاقي الواحد حاجات كتير ممكن تقلب بعصبيه، يعني مظاهرها مختلفه كتير. صحيح يعني صوت عالي كدلاله على الضعف. صحيح.
ودي يمكن موضوع الثقه بالنفس والتواصل يمكن المشكلتين الكبار اللي سبب يمكن اغلب المشاكل اللي احنا بنواجهها في حياتنا، ان بيكون اساسها لا هو نازل يزعق من العربيه لان هو خايف، او ان هو من جوه هو مش الشكل اللي قدامي ده دليل على الجرأه ودليل على، لا بالعكس ده ممكن يبقى ضعف. بس انا عايزه اقول حاجه بقى استاذ محمود، هل الانسان لما يعترف قدام نفسه باخطائه ونواقصه وعيوبه ده عامل مساعد ويحاول ان هو يعني يتقبلها ويحاول ان هو يشتغل عليها، ده عامل مساعد بيعدد ثقه الانسان في نفسه؟ ده الاساس. يعني زي ما بنقول اول طريق حل المشكله الاعتراف بيها، بالظبط، ان انا اعترف بيها. والمشكله ان الناس بتيجي بتقول لا انا كويس وبترفض الاعتراف بكده. لكن انا لو اعترفت بده وابتديت ان انا اخد خطوات ان انا اطور نفسي، بتكون النتيجه ان لا بقدر احط ايدي على عيوبي، بقدر احط عيبي على ايدي كمان على مميزاتي. وده من ضمن الاسباب ان انا لما ببقاش عارف انا ايه نقط قوتي ايه نقط ضعفي، ايه ما بعرفش ايه الفرص المتاحه قدامي، صحيح. ما بعرفش ايه التهديدات اللي قدامي، ما بعملش عمليه مبالغه. يعني ساعات انا نتيجه عدم دراستي لحالتي انا، او ان انا ببقى عارف انا حالتي ايه، فبتكون النتيجه ان انا بضخم من المشاكل. صحيح، بصطدم بالمشاكل بضخمها مش مستوعبها. صحيح، ورغم انها ممكن تكون المشاكل مش كبيره للدرجه دي. صحيح. فانا لا لازم فعلا ان انا ادرس وضعي ايه، ابقى عارف ايه اهدافي. ساعات انا ببقى هائم على وجهي زي ما بنقول كده هو وماشي بدون اي اهداف. لازم اعرف انا اهدافي ايه في الحياه، اعرف انا عايز ايه من نفسي، وفي نفس الوقت يبقى حبه حبه، ما بقاش ضاغط على نفسي انه كله دلوقتي. صح يا استاذ محمود، انا دايما اقول انه بلاش نجلد نفسنا، يعني دايما اقول كلمه يا جماعه بلاش نجلد نفسنا. هرجع بقى لمجدي، انا عايزه اقول حاجه. الكلام اللي احنا بنقوله انا واستاذ محمود دلوقتي ده يعني دي خلاص الشخصيه كبرت بقى واكتملت وبدات بقى بتعاني من حاجات ما بتعانيش من حاجات. وعايزه اقول لك احنا برنامجنا واسئله بتجيلنا وعلى الصفحه بتاعتنا ناس كتير قوي ناس كتير قوي يا مجدي بتشتكي ان اولادها استاذ محمود عندهم ضعف ثقه في النفس. الولاد دول زي ما قلنا ممكن اسوياء جدا وعندهم كل الامكانيات لكن عندهم ضعف ثقه بالنفس. محمود مجدي هرجع لك واسالك الطفوله دي والاسره وانت عمال تقول مامتي قالت كذا بابايا قال كذا، عايزك يعني انت مثل دلوقتي الناس كتير قوي وممكن اباء وامهات هم نفسهم بيشتكوا ممكن يكونوا هم سبب على فكره. فتقول لي وانت كبرت خلاص واستوعبت وعرفت اللي كان بيحصل وانت طفل، احكي لي بقى عن الفتره دي، فتره الطفوله مرت ازاي واهلك كانوا عاملين ازاي معاك وكانوا وراك ولا لا؟ يعني انا يعني نشكر ربنا ان مامتي وبابايا يعني اهلي عموما كانوا دايما بيزقوني ان انا اعمل اي حاجه، يعني ما كانوش بيسيبوني ما اندمجش مع باقي الاطفال مثلا في الالعاب او انا هقطعك واسالك، انت عندك اخوات؟ عندي اخوات، عندي اخ واخت. ما شاء الله، جميل. يعني انا كانوا هدفهم ان انا ابقى زي اي بني ادم عادي، يعني بالنسبه للاعاقه بتاعتي يعني زي ما انا قلت ما تعاقش اي حاجه. انا بجد انا كنت ممكن اعمل اي حاجه وهم كانوا مصرين ان انا فعلا اعمل اي حاجه. فالزقه معظم الزقه للثقه في النفس بالذات بتيجي من الاهل وبتيجي من الصحاب اللي انت يعني عاملها في حياتك. الناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك بتزقك ان انت تبقى بني ادم مؤمنه بيك وراضيه بالقضاء، وفي نفس الوقت بدات ان هي احنا على فكره في تمارين ليك وكان في تقرير ليك على التلفزيون انا بس لفت نظري، وكمان انا بقول انه شافوا نقط القوه. يعني انت قلت لي كلمه لفتت نظري، حسوا ان انا ذكي، حس ان انا تفكيري كويس، حس من وانا صغير ان انا بقول الكلام وبقول الالوان، فهم سابوا نقط الضعف وراحوا نقط القوه بداوا ان هم يركزوا عليها. طيب انا معايا تليفون جميل قوي واكيد هتفرح بيه يا مجدي. كارولين معانا. كارولين ماهر بطلة العالم في التايكوندو، صديقة محببة وقريبة من مجدي. انت اللي هترد ولا انا ارد؟ صباح الخير يا كارولين. صباح الخير. صباح الخير، اهلا بيكي. صباح الفل. صباح الخير يا مجدي. ازيك كارولين؟ ازيك يا مجدي، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. انا بس كنت عايزه اقول ان انا اعرف مجدي تقريبا من 2 أو 3 تقريبا، ومجدي بجد يعني مثل اعلى لكل حد هو بيتعامل معاه.
يعني دايما بحس ان مفيش حاجه مستحيله. دايما بحس ان هو رول موديل ومثل لقد ايه الواحد كل ما بيجتهد بيوصل لاهدافه للحاجه اللي هو عايزها. يعني مثل للاصرار بجد يعني. كارولين، انا انا بقول حاجه، انه انا بناتي مع ماجده مع مجدي في الجامعه، وكنت بقول لهم انا النهارده مجدي جاي، انتوا اكيد هو يعرفكم، فقالوا لي مامي على فكره مجدي الناس كلها تعرفه لكن مش معنى كده هو يعرف كل الناس يعني ده حقيقي. يعني انت حاسه بده، هو طول الوقت بيتكلم عن كل حاجه وبيتكلم عن الاصحاب، فانت حاسه بده، حاسه فعلا ان علاقه الاصحاب في حياه الانسان بتبقى فعلا جانب ايجابي. وانت كمان ما شاء الله، يعني انا بحييكي ان انت بطله في التايكوندو، دي كمان حاجه مشرفه جدا يا كارولين. لا طبعا الاصحاب جانب مهم جدا، يعني اخوات اكتر من هم اصحاب. يعني مجدي انا اعرفه من خلال الحلم، وفي نفس الوقت هو معايا كنا مع بعض في الجامعه. بس حلم فعلا يعني بحس ان احنا كلنا بنساعد بعض وبنسبورت بعض طول الوقت، واكتر من عيله. ودي الحاجه اللي بتدفع كل واحد فينا ان هو يكون احسن، وان هو يساعد التاني ان هو يوصل لاهدافه، ودي اهم حاجه. بصي يا كارولين، انا هخلي طبعا مجدي يكلمك، بس انا عايزه اقول حاجه. حلم يا جماعه دي هي زي يعني تطوع، ناس بتساعد ناس، بس انا عايزه اقول سبحان الله، هي مؤسسه طبعا انت اتكلمنا عنها وكارولين، بس انا عايزه اقول حاجه. مجدي الحقيقه مشترك في حاجه زي كده، كارولين هي بطله عالم ومشتركه في حاجه زي كده. فانا بقول الانسان الناجح ده بيبقى ناجح على كل المستويات، انسانيا مهنيا في كل، يعني في كل حاجه بيبقى ناجح. انا بشكرك جدا جدا، وهخلي مجدي بس يصبح عليكي. ميرسي يا كارول جدا على المكالمه. يعني انا اتشرفت يعني بجد. انت صديقه يعني كويسه جدا بالنسبه لي، واكيد هنعمل حاجات كتير مشرفه لمصر عموما في المستقبل. يعني انت اكيد يعني عارفه ان انا باخدك كمثل اعلى في حياتي فعلا يا كارولين. ميرسي قوي. ميرسي يا ماجد، ميرسي يا ماجد، نكلمك بعد البرنامج. اوكي كارولين، ميرسي ليكي، وصباح الخير عليكي حبيبه قلبي. طيب بص، يعني بجد انا مبسوطه وحاسه انه انت كمان سعيد جدا يعني الحياه جميله والحياه حلوه ومليانه حاجات كثيره جدا جدا حلوه، صح ولا لا؟ بالظبط. تمام. طب احنا كنا واصلين لفين؟ ان انت قلت لي بالنسبه للاسره ان هي حد مهم جدا جدا جدا، وانا كنت بقول لك ناس كتيره بتشتكي ان اولادها ما عندهاش ثقه في النفس، واولاد اسوياء وعندهم امكانيات كمان كتيره، ومع ذلك بيشتكوا من حاجه زي كده. انت اسرتك امنت بيك يا مجدي في كل حاجه. لازم الناس كمان اللي حوالين البني ادم يشجعوا البني ادم انه يبقى بني ادم احسن، مش يبقوا هناك في حياته او حياتها كمنظر بس. لازم يبقى فيه زقه، ان ايوه انا شايف ان البني ادم ده بني ادم ممكن يوصل لهدف في حياته، واساعده على قد ما اقدر ان هو يوصل للهدف ده مهم قوي. عشان لو البني ادم حاسس ان في ناس وراه، دايما هيحب ان هو يجتهد. بس لو هو ماشي في الحياه لوحده، دايما هحس ان هو محتاج الزقه دي، فالزقه دي مهمه جدا. جميل جميل. طيب هرجع لاستاذ محمود. استاذ محمود، لو ناس بتشوفنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن الثقه، وانا بقول انه في يعني ناس كتير بتشتكي ان ولادها ما عندهمش الثقه دي، وبعد كده بيبتدوا يبقوا شباب، او ممكن يبقى دلوقتي معانا رجال وسيدات عندهم الهزه دي في الحياه. تدينا كده يعني زي روشته نتعامل ازاي مع ولادنا بعد كده، احنا لو مهزوزين، احنا كناس كبار مهزوزين نتعامل ازاي؟ يعني روشته من حضرتك. طيب، هو طبعا يعني اهم شيء زي ما بنقول، احنا ما فيش حد بيتولد واثق من نفسه، وما فيش حد بيتولد مهزوز الثقه بالنفس. بالظبط. انا بتولد مفروض نيوترال عادي. مفروض انا كاهل ان انا احافظ على ابني من التجارب السيئه، وافروض ان انا اشجعه وارفع من معنوياته، فثقته بنفسه بتزيد. عمل حاجه حلوه ابتدي ان انا اشجعه عليها. عمل حاجه وحشه مش معناه ان انا ما اعاقبوش او ان انا اطنش، لكن اهم حاجه ان انا ما اكبرش من حجم المشكله، وفي نفس الوقت اركز على ان انا ابني شخصيته. فدوت نقطه.
ان انا ابتسم في وشه. لان انا دايما لما بلاقي اللي قدامي مبلم، طبعا يعني كل واحد فينا طبعا كل واحد فينا اللي فيه مكفيه، ده طبيعي، مفيش كلام. ولكن المشكله ان انا مهم ان انا ابتسم في وش طفلي، لازم اديله امل، ده وده مطلوب. فتكون النتيجه ان هو ما يحسش. ساعات انا ممكن انا متضايق من حاجه لكن فبلم في وش الولد فيفترض ان هو اللي وحش. الفكره دي بقى بتكبر جوايا. صحيح، بيبقوا حساسين ولماحين جدا جدا. وبعدين انا بعد كده هو لو نفترض ان انا لا خلاص طلعت، فالتشجيع اهم شيء زي ما استاذ مجدي كان بيقول 100% صح. النقطه الثانيه ان انا بقى لو نفترض ان انا طلعت لا عندي تجارب سيئه، موروثات اجتماعيه واسريه، لا والله اللي معهوش ما يلزموش، ومعاك قرش تسوى قرش والكلام ده، كل دي موروثات خاطئه. الفكره ان في ساعات كتير احنا بناخدها كانها مسلم بيها، بينما الحقيقي ان طبيعي احنا لازم ابقى مؤمن بربنا. لازم دي زي بالظبط انا داخل امتحان الدنيا ديت، طبيعي ان انا ما ببقى معيش الاجابات، ان اكيد يبقى في نواقص. صحيح. كل واحد فينا عنده حاجات ناقصه، هي زي ما بنقول 24 قيراط. بس في ممكن يبقى انا عندي فلوس بس ما عنديش مثلا راحه بال، ممكن معايا صحه بس معيش، وهكذا. الدنيا مانيش حلو، مانيش جميل، مانيش مشهور، الحاجات كلها اللي بتسعى كلها، فهو انا باخد حاجات مختلفه. فالنقطة الفكرة ان انا لازم اعرف، طيب نفترض، وده مش معناه ان انا مبقاش طموح، لا، ان انا ابص طيب انا عندي كذا كذا كذا، دول عندي ايه اللي ناقصني واسعى عليه بالظبط. وبعدين في نفس الوقت ان انا ابتدي احط خطة للتطوير بزمن. انا دلوقتي مفروض عايز مثلا السنة دي احنا في اول 2015، طيب انا عايز على اخر 2015 تبقى زمن معقول اكون طورت كذا وكذا وكذا كذا عندي، وما التخطيط ده مهم قوي جدا. وضع كده نقط وخطط للانسان، ده مهم قوي. وبالزمن، لان انا لو ما حطيتش زمن الحياه بتاخدني. صحيح. ولو الحياه خدتني بلاقي ان انا يوم بيمر وشهر بيمر وبلاقي نفسي انا زي ما انا. فتكون النتيجه ان انا ابقى احباط بيجيب ان انا ببقى يائس. يائس بتكون ان انا نتيجه ببتدي بقى ابقى متخاذل، وابقى ان انا حاسس بان انا من جوه زي ما فيش امل فيا. فهي ديت الفكره. لا، ركز على مميزاتك، اعمل تحليل ليهم صح، شوف ايه الفرص، وبعدين لازم اقدر ان انا ابقى انمي في مهارات زي الارتجال، زي سرعه البديهه، دي ما فيش حد بيتولد بيها. في حد صحيح موهوب طبعا. لكن مهم ان انا اطور نفسي، دي مهارات بتكتسب. يعني احنا في الكورسات بندي كورسات حاجات كده، ازاي اقف، ازاي اشوف عيوبي دي ارصدها وابتدي ان انا اتعامل معاها واحده واحده. انا دلوقتي الحقيقه من ضمن العلوم المحترمه جدا، والحقيقه العلوم دي على فكره في دول اوروبا من زمان وهم بيعتمدوا عليها في تغيير نمط حياه كامل ووطن كامل، التنميه البشريه. بس طبعا ان هي تتاخد على اصلها، وفعلا الانسان ان هو يبتدي ان هو فعلا يؤمن بنفسه، ويبتدي ان هو يضيف لنفسه حاجات كتير، هيبقى اكيد يعني وطن صالح، مواطنين صالحين. بس خليني هاخد تليفون استاذ سالم. صباح الخير. لسه معانا؟ ايوه، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الفل يا استاذه منال. اهلا الحاج سالم. ازي حضرتك؟ ايوه ازي حضرتك؟ صباح الفل عليك. مش عارف الواحد والله يشكركم كل يوم كل يوم كل يوم على الحاجات الله يكرم حضرتك ديت والحاجات اللي بتتقدم دي. الله يكرم حضرتك. انا سعيد جدا جدا جدا. حقيقي لي الضيوف الكرام، الله يخليك، الاستاذ محمود وابننا مجدي. الحقيقه الواحد بيحيي الاستاذ محمود على يعني الكلام اللي بيقوله دوت، والحاجات الشرح المبسط والتوجيهات الجميله دي. انا نفسي في سني ده استفدت منه كتير واطبق هذا الكلام. اما بالنسبه لابننا مجدي، كفايه الابتسامه الجميله حقيقي اللي على وشه دي، حقيقي حاجه تفرح من ساعه اول البرنامج، وهو ده المطلوب. يا جماعه المفروض الواحد ياخده قدوه، حافز الكلام اللي بيقوله ده واللي هو عامله ده شيء مشرف جدا جدا. فحضرتك تحييني ليه، وهو يعني بيطبق المثل او المعنى بتاع من يعرف باب الامل لا يعرف المستحيل. صحيح. فهو فعلا بيعمل المستحيل. فالواحد بيحييه وبيرفع له القبعه كده اجلالا على اللي هو بيعمله ده، وربنا يوفقه كمان وكمان. وشاكرين فضلكم يعني جدا. ميرسي جدا حاج سالم، بجد مداخله جميله جدا كالمعتاد، وصباحي على كل عند حضرتك. طيب هرجع ليك يا مجدي.
مجدي، دايما في ناس متصوره انه الناس اللي هم ذوي القدرات الخاصه او عندهم بعض الاعاقات بيبقى هم محتاجين يعني مساعده طول الوقت، محتاجين نقف جنبهم طول الوقت. وكارولين وانت كنت اتكلمت عن مؤسسه هايله جدا اسمها حلم، انت اللي بتقف جنب الناس وانت اللي بتساعد وانت اللي بتحس بالناس. كلمنا عن المؤسسه الجميله او شغلك الجميل فيها. المؤسسة يعني هدفنا الأساسي إن إحنا بنوظف ذوي احتياجات خاصة في البلد، عشان بنشوف إن اللي عنده إعاقة ممكن يشتغل أي شغلانة، يعني مش شرط إن هو عنده إعاقة ذهنية. في ناس عندها إعاقة بس في الحركة، صحيح، زي إعاقتي، بس كويسين قوي، يعني تفكيرنا كويس قوي، وممكن يبقى أحسن من أي يعني بني آدم من غير إعاقة. صحيح. فليه ما نستغلش التفكير ده في تنمية المجتمع؟ لو احنا دلوقتي عندنا نسبة من 15 ل 17 مليون ذوي احتياجات خاصة في البلد. صحيح. لو استخدمنا كل فرد من دول يشتغل وينمي المجتمع بتاعنا هينمو بطريقة يعني غير ما حضرتك ولا انا ولا اي حد ممكن يتخيل. صحيح. فاحنا هدفنا ان نوظف الناس دول، عشان شايفين ان هم ايوه عندهم اعاقه، بس ممكن يعملوا اي حاجه في المجتمع. قولي عمليا بقى، عمليا الموضوع ماشي وناجح، وانت عارف ان احنا الفتره الاخيره كان فيه اهتمام من الدوله ومن الحكومه جدا جدا بذوي الاحتياجات الخاصه او القدرات الخاصه زي ما بنقول. فقولي انت عمليا حاسس الحكايه ماشيه كويس، وحاسس ان انتوا بتساعدوا فعلا الناس بشكل عملي؟ هو ايوه بحس ان الموضوع ده بالذات عشان حلم لما ابتدت كانت صغيره قوي، يعني كانت الفكره يعني كنا مثلا 5 في المؤسسة، دلوقتي احنا اكتر من 100 شخص ما شاء الله. ما شاء الله. فالموضوع دلوقتي ابتدى ينتشر، وانا بالنسبة لي انا فخور بكده، عشان انا دلوقتي شايف زي ما انا قلت ان الناس دي، لو الناس اللي هي عندها اعاقة يعني لو الاستغلال معاهم، يعني لو احنا دخلناهم الحياة بشكل عادي، هم هيساعدوا المجتمع ده ان هو يرقى، وهنبقى زي الدول اللي بره. بس لازم يبقى فيه نوع من انا دلوقتي شايف ان واحد معاه اعاقه ما تبصش على الاعاقه بتاعته، بالظبط زي اللي حصل معاك، ما بنبصش على نقط الضعف زي البني ادمين الطبيعيين اللي كلنا عندنا نقط ضعف، ما نركزش على نقط الضعف، نشوف نقط القوه ونركز عليها، وهي دي اللي هترفعنا شويه شويه. بالظبط. اكيد جميل يا مجدي. طيب احنا الحقيقه بيقولوا لي خلاص معانا 3 دقائق او دقيقتين، فيعني عايزين نجمل كده الكلام. استاذ محمود، خلينا نقول انه اي حد بيشوفنا دلوقتي ممكن يكون وقع في مشاكل، وقع في بعض يعني زي ما نقول ايه المواقف اللي هي يتقال عليها فاشله، يعني فشل في حياته. وعايزه اقول بلاش كلمه فاشل وغبي وضعيف اللي احنا بنقولها لاولادنا دي، واكيد برضو استاذ محمود هيقول لنا عليها، يعني ناخد بالنا الكلام ده بيحبط جدا. فنتكلم عن النقطه دي، هل ممكن الموقف اللي الانسان فشل فيه ممكن فعلا ده يخليه يقوم ويخليه عنده ثقه في نفسه اكتر؟ اللي ما فشلش، تأمين على كلام حضرتك، هو اللي ما عملش اي حاجه خالص. احنا اللي هو قاعد كده وخلاص، فما فيش احتمال للفشل. فعلى العكس كلنا بنفشل. بس لازم نتعلم من الاطفال. الطفل وهو بيتعلم المشي بيقع ويقوم، يقع ويكمل ويقوم. كم مره وقع؟ احنا نفسينا لو خدنا الروح دي وابتدينا نعمل في فشلنا بنفس الطريقه، الموضوع هيبقى مختلف. فالطبيعي ان انا افشل، ده الطبيعي. ما اجي افترض ان انا هنجح من اول مره، فتكون النتيجه ان انا افشل، فطبعا الدنيا تبقى ضايعه. فبيبقى الفشل ده يعني بدايه للنجاح وبدايه لتحقيق الحلم. بالظبط، ولازم هو ده يبقى هو الحافز، ان انا في اوكي وحدد انا بوظت في ايه بالظبط، طب هو ده اللي هحسنه. جميل. والحل ببساطه عشان خاطر نقدر نقول نجمل ان انا فيك ات انتل يو ميك ات. انا بفترض الموضوع. افرض ظهرك، تظاهر ان انت معاك الحاجات اللي انت عايز تحققها، وابتدي اتصرف على هذا الاساس. ابتدي ابتسم، افرض ظهرك،
امشي بسعاده، تخيل الصوره الذهنيه اللي انت هتوصل اليها. الناس هتشوفك بشكل كويس، هتكون النتيجه هتفترض ان انت شخص ناجح ان شاء الله. ان شاء الله. بس عمالين يقولوا لي معلش لازم ننهي، وانا عايزه كلمه اخيره منك يا مجدي، قول اللي انت عايز تقوله. انا بس عايز اقول نقطه مهمه، ان الثقه بالنفس بتيجي ان انت تحط هدف قدام حياتك. من غير اهداف ثقتك بنفسك هتقل. فعشان تعلي ثقتك بنفسك لازم تحط اهداف في حياتك وتوصل للاهداف، حتى لو ببطء بس صحيح. توصل لهم في المستقبل. صحيح. وبجد انا بجد انا سعيده جدا جدا بيك، وسعيده وانت اضفت للاستوديو كله جو من السعاده، والاستاذ محمود يعني انا بقيت حاسه بكده. وعايزه اقول لك يعني قنوات بره كتير من ناس زمايلي في القنوات عايزينك تروح لهم يا محمود. نورتنا جدا جدا. سوري يا مجدي. بشكر جدا جدا مجدي شهير، حاصل على جائزه افضل شاب مصري من متحدي الاعاقه. نورتنا وشرفت مصر يا مجدي. وبشكر جدا استاذ محمود الفولي، مستشار تنميه بشريه. اسعدتنا ويعني كان لقاء جميل مع حضرتك. مشاهدينا، هو ده الامل، هي دي الثقه بالنفس والثقه في ربنا، بادئ ذي بدء طبعا، وهي دي الحياه الجميله اللي ان شاء الله يا رب كلنا يرزقنا بيها. ومثل جميل بالنسبه لنا مجدي الحقيقه شهير، مثل جميل لينا ولاولادنا وللكبار وللصغيرين. بشكركم واتقابل معاكم حلقه جديده ان شاء الله.